السلام عليكم. ازيك يا الزحمه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا ابو باسم تعال. ربنا يخليك يا استاذ زحمه. كنت عايزك في موضوع كده يا استاذ زحمه. امور تحت امرك يا ابو باسم. ربنا يخليك يا استاذ زحمه. والله يا زحمه كنت عايز ابيع التليفون ده اللي انا كنت شاريه منك ب 5000 جنيه، فاتزنقت في قرشين كده فقلت هبيعه. ايوه التليفون ده انت لسه شاريه مني، ده ما كملش شهرين يا ابو باس، هتبيعه ليه؟ والله يا استاذ احمد ما اكدبش عليك، البيت عندي محتاج فلوس وانا قلت ابيع التليفون بدل ما امد ايدي للي يسوى واللي ما يسواش. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هتبيع التليفون يا ابو باس عشان تصرف على الباقي، وان بعت التليفون ده هتخسر فيه كتير. ايوه يا استاذ احمد ابيع التليفون، وعارف ان انا لو بعت التليفون ده هخسر فيه كتير، هخسر فيه وما ازلش نفسي لاي حد تاني يا استاذ احمد. ده اني اتذللت لاصحابي كلهم عشان خاطر 1000 جنيه يا استاذ احمد، ما فيش حد وقف جنبي، واللي يقول لك ما معيش واللي يقول لك ده انا عليه ديون، وانا عارف ان كلهم معاه ومفيش ولا واحد فيهم يا استاذ احمد راضي يديني جنيه. فقلت لازم ان انا ابيع التليفون وما ازلش نفسي لاي حد تاني يا استاذ احمد، وما كنتش هشتريه يا استاذ احمد، في غيرك هيشتريه كتير. يا عم ما تزعلش نفسك كده يا عم، خلاص يا عم هناخد. ده كنت شاريه منه ب 5000 جنيه. هناخد التليفون ده يا ابو باسم عشان خاطرك انت والظروف اللي انت فيها ب 3500. والله لو جيت تبيع عند اي حد ما هياخده بالثمن ده، بس انت عشان خاطر الظروف اللي انت فيها انا هاخده بالسعر ده، بس بجيب لك كرتونه والشاح. وانا مش هكسر كلمتك يا الزحمه، هات ال3.5 وهجيب لك الكرتونه والشاح، بس هات الفلوس والنبي عشان اقوم اقضي مصلحتي يعني، عشان ورايا نشغل كده ومقضيها. حاضر يا ابو باسم. اتفضل يا ابو باسم. متشكرين يا استاذ احمد جدا، ربنا يسترها عليك يا رب، ربنا يسترها عليك يا رب. الحمد لله.